أحيانًا الناس بتسأل يقول لك أنا شاطر جدًا في الحتّة بتاعتي، بس الدنيا مش ماشية، بس ما باكبرش، بس ما باعلاش. في دراسة اتعملت قالت مثلًا إن لو حضرتك مثلًا بتحب مثلًا أنا مثلًا في شغلانتي كراجل بتاع تسعير والكلام ده كلّه، فمثلًا شغلانتي أنا باحبها، بس الشغلانة دي وأنت ماشي فيها بخطوات فيها process. إيه الprocess؟ إن أنت مثلًا بتروح تجيب مثلًا الأول حاجة بييجي لك جواب من المالك، وبعد الجواب من المالك ده بييجي لك زي بتاع ده هو BOQ بتحط فيها أسعار يعني مش هادخّلكم في القصة الtechnical، لكن الخلاصة من الموضوع إيه؟ الخلاصة من الموضوع إن كل شغلانة فيها شوية خطوات رخمة. الخطوات الرخمة دي بتلاقي نفسك دايمًا أنت من كتر ما بتحب الشغلانة، بتروح تعمل الخطوات الكويسة بس أو اللي أنت بتحبها بس أو اللي أنت ليك مزاج فيها، والخطوات الرخمة ما بتعملهاش. تعالَ ناخدها على مثال بسيط، لو واحد بيحب الرسم، أكتر حاجة رخمة إن هو يعلّق اللوحة ويحطها ويمسكها في المسند اللي هو بيبقى حاطط عليه ويضبط الألوان والقصة دي، لكن وهو قاعد بيرسم بيبقى مستمتع، فدايمًا ممكن يكسل يرسم لوح لمجرد إنه مش عايز يعمل الشغلانة الحتة الغلسة دي. فأنت لازم تعوّد نَفْسك إن في الشغلانة اللي أنت بتحبها، الحاجات الغلسة من غيرها مش هتوصل للحاجة اللي أنت بتحبها، عشان كده الخطوات الغلسة لازم تعملها وتعملها بضمير، لإن أحيانًا الخطوات الغلسة دي هي أصلًا اللي بتنجّح القصة اللي أنت بتحبها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير و